الفل على اجمل متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يجعل نهاركم النهارده يا رب سعاده وهنا كده يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. موسم بقى الليمون والزيتون بدأ. طبعا الزيتون مولع يا حبايبي، ب90 وب70 وب80. الله، طب هنعمل ايه بقى؟ لا بص، انا مش هجيب زيتون دلوقتي. انا لسه زيتون السنه اللي فاتت والله لسه خلص من عندي، فقلت انا هعمل النهارده الليمون، ولما ربنا يسهل كده ان شاء الله والاسعار تنزل شويه عرفت اجيب زيتون، عرفت ما عرفتش ما عرفتش. النهارده بقى انا لقيت الليمون كده حلو وجميل. بكام؟ كيلو ونص ب10. كيلو ونص بكام؟ ب10 زي الفل يا بنات. في اخضر وبقى طبعا وفي اصفر، فاحنا هناخد الاصفر. طبعا كنت عامله برطمان صغنن كده مسلوق وحط عليه فلفل وجزر، برده هظبط ده كده مش هيهمنا، برده هنقول عليه بديل الزيتون. مش هنحرم نفسنا من اي حاجه، وربنا يا رب يرحمنا برحمته. طبعا الليمون ده انا هنقص بقى منه الاصفر هو اللي هخلله، والاخضر هحطه بقى كده في التلاجة. نعمل ليمون، نعمل ليمون بالنعناع، نروق بقى على نفسنا بقى شويه. بصوا الليمون اصفر وجميل زي، وما بتنقيش. هو بيبيعوه ب8 وب10، بس انا يعني الواد احنا قريبين جدا جدا من سوق الليمون والزيتون اللي في باب الشعريه، يبقى عارف الاماكن الجميله بتاعتنا دي اللي فيها كل حاجه جميله. فجبت هنا 6 كيلو، 6 كيلو بقى ليمون. قلت اخلل منهم واظبط نفسي كده وامشي الحال، لان انا بحب الليمون قوي انا واولادي. طبعا بعمله بطريقه جميله، عاملاها كذا مره. فالنهارده هقول لحبايبي الحلوين، بنات اللي لسه ما خللوش ومتجوزين جداد، اللي ما بيعرفش يخلل الليمون السريع زيه زي المعصفر المعلق بالظبط. فادي 3 تانيين اهم. والله لو كنت قادره ما كنت شلت اكتر من كده. انا زعلانه قوي من البطرمانات عندي فاضيه. انا بيتي ما بيخلاش من المخلل، يا اما زيتون يا اما ليمون يا اما بتنجان صراحه ربنا، يا اما لفت يا اما جزر. يعني بصوا بموت كده في حاجه اسمها مخلل. ادي 3 وادي 3. هقعد بقى انا هغسلهم وهنقضهم، وبعدين هاجي اقول لكم هنعمل ايه وجبت ايه عشان يخلوه كده حاجه حلوه كده، من يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ومش مهم الزيتون ايه يعني، احنا ما بنزعلش عادي يعني، ما احنا جايبين زيتون اهو برضه. فهو ده مش زيتون يا حبيبي ولا حاجه، ده ليمون اهوت. وانا بقى هظبطه واغسله واحط الاصفر واشيل الاخضر عشان نعمله بطريقه حلوه جميله. يلا بينا نروح نغسله. طبعا مش هضيع وقتكم في غسيل الليمون، هغسله وهشقه. بشقه كده نصين بس، وهقول لكم هعمل ايه. كده بقى انا ايه، مسكت الليمون كله قطعته زي ما وريته كده، هو شقته كده نصين كله كده على بعضه. وهحط بقى هنا ميه سخنه، ميه كده من الحنفيه، واحط فيها الليمون يا دوبك لما يغلي غلوتين بس كده والميه تنمل، ابدا اللي انا ايه اطفي عليه. يعني ما زودش السوى عليه. ليه؟ لان لو زودت عليه هيتهري مش هيعيش معاكي. لو انت هتعيشي فتره طويله يبقى يا دوبك هي غاليه واحده بس. لو عايزه تاكليه سريع مثلا غلوتين كده، يعني الميه تنمل وتغلي غلوه والتانيه وتقومي طافيه عليه. طبعا انا هعمله برده سريع، مش هغيبه سنين ولا حاجه ولا سنه، قصدي اشهر ولا سنه. لا عشان احنا ايه هناكل منه طبعا، فيبقى اسمه تخليل الليمون السريع باسهل الطرق. وطبعا هناخد بقى كل الليمون كده ونحطه في قلب الميه. ولو عوزت بقى ميه تانية ايه هزود. انا بس حطيت بس شويه ميه الاول كده صغيرين عشان احط الليمون واشوف لو عايز ميه تاني هعمل. انا شقيته بعد ما غسلته، لازم تغسليه الاول وبعدين تشقيه. في بقى صغير وفي كبير، فانا قلت ايه كله في قلب بعضه كده. وهوريكم مش هنفتح بقى ليمونه ليمونه ولا نحشي ليمونه ليمونه ولا اي حاجه. لازم انا بعمله بطريقتي، عاملاه كتير وما شاء الله. يعني الليمون بتاعي بيتطلب وحلو، والناس كلها بتحب تاخده من ايدي، سواء زمايلي سواء جيراني سواء اخواتي. صراحه ربنا يعني هما الا ليموني كميس امال يبقى ليه طعم تاني. حطيت كميه الليمون كلها، وانا قلت بقى انا اعملها في حله واحده بدل ما اقعد اعمل حلتين ودوشه. واحط بقى رتل ميه كمان كده لحد الميه ايه تبقى عارفين لما تكوني بتعملي الرز او محشي بتبقى عامله الميه ايه قليله عن الاخر بشويه. والميه يا بنات اللي انا هعملها فيها دي هتبقى ماده الحفظ بتاعته. انا ما برميش ميه سليق الليمون وما بيمررش وما بيجرالوش اي حاجه. هي دي هتبقى ميه الحفظ بتاعه. على بقى ما الليمون بتاعي ياخد غلوه، هبدا ان انا اعمل الخلطه بتاعته بكل سهوله. هجيب كده كيس ملح يا دوبك هم على قد ال6 كيلو. صراحه انا ما لقيتش فيه اخضر كتير، حوالي نص كيلو كده. انا برضو عندي ليمون في التلاجة حطاه ولفاه بورق وحطاه في علب وغطاه كويس قوي. دول ب10 جنيه عصفر.
عشان بقول له ب5، قال لي لا مفيش ب5. كان عندي حبة البركة برضو، هحط منها حبة البركة، بيخلي طعمه جميل جدا. ادي حبة البركة كده، هنحط حبة. شايفين يا حبايبي؟ براحتك بقى، عايزة تزودي حبة تنقصي يعني، وما تحطيش حبة بركة وعصفر عادي يعني، حسب المناطق. ممكن يديكي ب10 جنيه عصفر على حبة البركة، وممكن لا. فانا كان عندي حبة البركة، قلت له طب اديني عصفر. هنا عندي فلفل احمر انا مفرزاه والله بقاله سنة يا بنات. كانت الشنطة من عربية الجيش ب15 جنيه او ب10 جنيه، كان فيها كمية كبيرة. فطبعا جبت الخلطة دي كلها كده. لا هستنى بقى اما الفلفل كده يفك، يكون الليمون بتاعي السلق وبرد، عشان هحط الخلطة دي كلها عليه. شايفين؟ بصي اسبوع وهتاكلي منه. العصفر بقى هيديله طعم وريحة حلوة جدا. حبة البركة طبعا مذكورة في القرآن، فبسم الله ما شاء الله هيطلع زي الفل، ويبقى تملي بيتك برضو بالخير، ومخلي ما فيش غنى عنه. روحي دلوقتي هاتيلك ليمون. الليمون المعصفر معدي ال80 و100 جنيه الكيلو. فطب على ايه؟ طب ما احنا نعمله. احنا بننتهز الفرص، الحاجه الموسم بتاعها حلو ورخيصه تجيبي، لكن حاجه غاليه هتفرزيها على ايه وتخزنيها على ايه؟ ملهاش لازمه. شوفي القوطه دلوقتي ب20 جنيه. الطماطم في السوق انا ما اشتريتش ولا مره من ام 20 دي. ليه؟ كنت مفرزه عندي في الفريزر، حتى كنت حاطه على الرف الجامده. لما خلصت خالص ما جبتش. لو عايزه اجيب بقى اجيب كيلو، هيقضي الغرض وخلاص. زي ما احنا شايفين ادي الخلطه بتاعته اهو. استنى بقى لما الليمون بتاعي يغلي واطفي عليه. بصوا بقى يا حبايبي، انا خلاص خدت الليمون، هو لسه حتى دافي شويه. فقلت عشان انجز واقفل الفيديو حطيته في 2 برطمان، برطمان كبير وبرطمان صغير. ولسه بقى هعمل الخلطه قدامكم كده وتملي بيتك. وكل الموضوع ده يا جماعه، الليمون ب20 جنيه والعصفر ب10 جنيه، وكان عندي حبه البركه. دي بقى ميه الليمون اللي هي ايه، اللي انا سلقت فيها. زي ما قلت لكم انا ما برميهاش وبخلل فيها وعلى ضمانتي، وعمرها ما بتمرر ولا اي حاجه. ما تقلقيش من الموضوع ده خالص. طبعا هحط الفلفل الاحمر اللي انا كنت شايلاه اهو. هو بارد يعني، الفلفل ده بارد مش حامي. هحطه كده اهوت، ادوبه في قلب الميه بتاعه الليمون. ولو عندك جزر مبشور يا سلام يا سلام، سلم بقى، يبقى الليمون بتاعك جميل جدا. والجزر بتاعك المبشور ده بيتقل الميه وبيخليها. وادي الملح وحبه البركه والعصفر بتاعنا اللي كميه 6 كيلو. انا حطيت كيس ملح اهو يا حبايب قلبي. نبدا بقى ان احنا نقلب كل المكونات دي كلها ببعضها، ونسقي البطرمان بتاعنا. وايه يعني، حتى لو الميه جت كتيره عادي، ده بتبقى جميله وحلوه وبتتغمس. ولكن لو قليله وشايفه ان الميه بتاعتك قليله، تعملي ايه؟ تغلي شويه ميه وتزودي، ما تحطيش ميه من ايه، من الحنفيه. بس طبعا البتاع عشان كان في الفريزر فهو ايه متلج، فاضل حته برده فيه. هنقلبه ومع الوقت كده هيفك. انا بس عشان عايزه اوريكم الفيديو بتاعي واقفله عشان تشوفوا بقى اسرع ليمون واحلى ليمون يتعمل على قناه يوميات مس امال او منوعات مس امال بقى، حسب ما انزله لكم. وطبعا لازم تدعموني يا حبايبي. بص ما بفتحش ليمونه ليمونه ولا الكلام الفاضي ده كله، لا. ولو ميه ليمون فاضت منك من الحلوه المتوضبه دي، شيليها وفي التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. ممكن تجيبي ليمون تاني وتعمليها، بتبقى جميله جدا. ميه الليمون نقصت زودي يعني. لو حتى انت الميه فاضت منك، الميه دي بتتاكل مع الاكل وبتغمس بيها، بتبقى جميله قوي قوي. ممكن بقى الميه اللي تفيض تزودي بيها. شايفين يا حبايبي؟ وكل بقى ما يقعد كده وهيريح هيبقى جميل جدا. هنقلبه طبعا دلوقتي، وهننزل كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا ايه حاطينها الجميله دي، اللي بتدي طعم حلو لليمون. الصراحه انا ما اعرفش اعمل الليمون الا بالعصفر، حتى لو هو مسلوق عادي يعني، مش عشان مسلوق ما اهتمش بيه. بيبقى ده اسمه الليمون السريع، معصفر سريع. تاكليه بقى بعد اسبوع كده وبالهنا والشفا. طريقه سهله وجميله، وهتعتمديها على طول، هتعتمديها على طول. ودي كده يا حبايبي انا حطيت الميه على الليمون. وادي هنا برضو البطرمان التاني
قفلتهم بقى كده اهوت. هنمسح البرطمان بتاعنا. هنا حسيت ان الغطا بتاع البرطمان ده مهوي شويه طبعا عشان ما يبص مني. حطيت ورقه استرتش كده، استرتش راب، وهنبدا نقفل عليه الليمون بتاعنا. و3 ايام زي ما بقول لك، اسبوع بالكتير وتاكلي منه. طب لو انت كلتي منه ولقيتيه استوى خلاص، طب البطرمان اللي بره دوت ممكن يتهري، ممكن تعملي ايه بقى؟ ممكن تحطيه في التلاجة خلاص. وادي كده يا حبايب قلبي تخليل الليمون باسهل طريقه، مفيش بعد كده. ووفرتي. وكل البطرمانين دول بسم الله ما شاء الله 30 جنيه، 20 جنيه ليمون و10 جنيه عصفر. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ دعموني بقى كده وقولي رايكم في التعليقات ايه. ولازم تبقى عندك المخلل في البيت. بصوا بقى هنا فاض عندي شويه الميه دول، انا مش هرميهم، انا هحطهم كده في علبه صغيره في التلاجة، بحيث لما الميه تنقص هحطهم برده، مش هرميهم لانه فيهم عصفر وحبه بركه وملح، وميه الليمون جميله جدا جدا اهو يا حبايب قلبي. يا رب بقى يكون الفيديو كده عجبكم النهارده. متنسونيش في اللايك والشير كده ودعمكم الحلو الجميل، وتقولوا لي بتتابعوني منين. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان الليمون ده انا مش سلقاه ولا حاجه، انا حاطاه زي ما هو كده. كان عندي ليمون وبعدين حسيت انه هيبوظ مني، رحت ايه حاطاه كده في شويه ميه بملح وبس. بدأ ان هو يستوي، بدأنا ناكل منه. بس ده مش مسلوق، ده مش ايه مسلوق، لكن ده مسلوق. وهو يا حبايب قلبي الليمون بتاعنا الجميل اللي انا بعشقه. وعايزكم تجربوا الطريقه دي وتقولوا رايكم ايه، وبتتابعوني منين، وتصلوا على النبي كده في التعليقات. وان شاء الله استنوني فيديو جديد وتوفير جديد مع مس امال. سلام عليكم.